أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. أهلا بيكم. تفتكروا إيه السر اللي بيخلي أكبر الشركات في العالم توفر ملايين الدولارات؟ في شرح النهاردة إحنا هنكشف السر ده مع بعض. هو حاجة بسيطة جدا، لكن صدقوني تأثيره عامل زي السحر بالظبط. والله زي ما بنقول كده، بضغطة زرار واحدة. الموضوع مش خيال علمي ولا حاجة، دي حقيقة واقعية بتحصل كل يوم في الشركات الضخمة. والسؤال المهم هنا، إزاي بيقدروا يعملوا كده؟ وعلشان الموضوع ده مهم قوي مش مجرد كلام، فإحنا محضرين هدية قيمة جدا في آخر الشرح. الهدية دي هي اللي هتكون المفتاح العملي لتطبيق كل خطوة هنتكلم فيها بالتفصيل، فضروري جدا نفضل مركزين مع بعض للآخر. طيب، عشان نعرف قيمة الحل ده لازم الأول نفهم المشكلة اللي بيحلها، والمشكلة دي عاملة زي جبل الجليد. الجزء اللي ظاهر منها صغير قوي، لكن الكارثة الحقيقية مستخبية تحت، واللي هي التكاليف الخفية للشغل اليدوي. يعني في يومنا العادي بنشوف موظف قاعد بينقل بيانات من فايل لفايل تاني، أو بيرد على نفس نوعية الإيميلات كل يوم، وبنقول تمام ده شغله. بس الحقيقة المرة إن المهام المتكررة دي بتسحب من ميزانية أي بزنس بالبطيء من غير ما حد ياخد باله. الموضوع مش بس فلوس مرتبات وخلاص، التكلفة الحقيقية هنا أكبر بكتير. تخيلوا معايا، وقت ومجهود ناس موهوبة بيضيع في شغل روتيني ممل، ده غير الأخطاء البشرية اللي وارد جدا تحصل واللي بتكلف فلوس ووقت عشان تتصلح، وفي الآخر كل ده بيقلل من إنتاجية الفريق كله. دي بالظبط التكاليف اللي بتدفن أي بزنس مع الوقت. طيب، إيه بقى الحل اللي بيقلب الموازين دي كلها؟ السر كله في كلمة واحدة بسيطة: الأتمتة، الأوتوميشن أو الأتمتة. هي دي الحل السحري اللي بيوقف استنزاف الموارد ده بشكل نهائي. الأتمتة دي بكل بساطة معناها إننا بنستخدم التكنولوجيا عشان تعمل المهام المتكررة بدلنا، بالظبط زي ما بتظبط المنبه مرة واحدة وهو بيرن لوحده كل يوم. أي مهمة ليها خطوات واضحة وثابتة نقدر نخلي التكنولوجيا هي اللي تعملها. التشبيه ده عبقري وبيوصل الفكرة بالظبط. تخيلوا معانا إن في موظف ديجيتال شغال 24 ساعة طول الأسبوع، عمره ما بيتعب وعمره ما بيغلط. ده مش بس توفير فلوس، لا، ده معناه إن الشغل المهم بيمشي حتى وإحنا في الأجازة وبدقة متناهية. والأهم إنه بيدي فرصة للموظفين الحقيقيين إنهم يركزوا في الإبداع وحل المشاكل الكبيرة. طيب، كل ده كلام نظري جميل. إزاي بقى نترجمه لفلوس حقيقية؟ خلينا ندخل في الجد وناخد مثال عملي من أرض الواقع عشان الصورة تبقى أوضح بكتير. تخيلوا معايا السيناريو ده، كل يوم بيوصل للشركة مئات الإيميلات اللي فيها بيانات مهمة. بدل ما موظف يقعد يفتح إيميل ويسحب منه المعلومات دي ويرصها في جوجل شيت، وبعدين الذكاء الاصطناعي ياخد البيانات دي ويعمل بيها تقرير، السيستم الأوتوماتيكي بيعمل كل ده لوحده في ثواني معدودة ومن غير أي تدخل من أي حد. بص بقى على المقارنة دي عشان نعرف حجم الفرق. شغل كان بياخد ساعات طويلة ومعرض للأخطاء، بقى بيخلص في ثواني وبدقة توصل ل 99.9%. ده مش مجرد تحسين بسيط، دي نقلة نوعية وثورة حقيقية في طريقة الشغل نفسها. وهنا بقى الأرقام هي اللي بتتكلم. الرسم البياني ده بيورينا الفرق الشاسع. لما بنحول الوقت الضايع والأخطاء دي لفلوس، بنشوف حجم المصاريف المهدرة في الشغل اليدوي، وفي المقابل تكلفة تشغيل النظام المؤتم تقريبا ولا حاجة. الفرق في الميزانية السنوية مش مجرد توفير، دي قفزة جبارة في الكفاءة. والكلام ده مش من عندنا، الأرقام بتثبته. الدراسات بتقول إن الشركات اللي بتطبق الأتمتة صح بتوفر حوالي 20 ل 30% من تكاليفها التشغيلية. تخيلوا، النسبة دي ممكن تكون هي اللي بتفرق بين إن شركة صغيرة تكمل أو تقفل، أو تكون سبب في توفير ملايين للشركة كبيرة. ممتاز جدا. دلوقتي بعد ما كشفنا السر وعرفنا قوته، يجي السؤال الأهم: طيب إزاي أي حد فينا أو أي شركة تقدر تبدأ تطبق الكلام ده فعلا وتوصل للنتائج المذهلة دي؟ أهم حاجة لازم نعرفها إن الموضوع ده ما بقاش خلاص حكر على الشركات العملاقة. النهاردة الأدوات دي متاحة للكل وتكلفتها بسيطة جدا. يعني المفتاح الحقيقي دلوقتي ما بقاش في الفلوس، بقى في المعرفة، إننا نعرف إزاي نستخدم الأدوات دي صح. وهنا بقى يجي دور الهدية اللي وعدناها بيها في أول الشرح. عشان نساعد أي حد عايز ياخد الخطوة دي بجد، جهزنا لكم حاجة هتكون هي المرجع الأساسي ليكم. كل الخطوات والتفاصيل اللي ممكن تحتاجوها، بداية من ازاي نحدد المهام اللي ينفع نعملها اوتوميشن، ولحد ما نختار الادوات الصح وننفذ بيها خطوة بخطوة. كل ده واكتر مشروح بشكل احترافي وعملي في كتاب ديجيتال مخصوص. رابط تحميل الكتاب هتلاقوه موجود في الوصف. في النهاية أتمنى يكون الشرح ده قدم قيمة حقيقية ومفيدة. وخلونا نفكر في السؤال ده:
لو قدرنا نوفر كل الوقت والمجهود ده عن طريق الأتمتة، يا ترى إيه الإنجازات العظيمة اللي فرق العمل بتاعتنا ممكن تحققها بالوقت ده؟ وفي الآخر لا تنسونا من صالح دعائكم. سلام. لو الحلقة فادتك ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.